مساء الخير يا جماعة. النهاردة جبت لكم حكاية تقيلة قوي وموضوع هيخبط في القلب قبل الدماغ. وأنا زي ما اتعودت مش أي قصة بنزلها، بقعد بالساعات ألف في الأخبار اليومية والأحداث، أدور وأدور عشان أجيب لكم قصة جبارة تستحق إننا نسمعها ونفهمها. الموضوع بدأ بسؤال بسيط: هو في حاجة أوحش من الحسد؟ والإجابة كانت في حاجة اسمها استكثار النعمة. يعني إيه؟ يعني تشوف ربنا إدى حد نعمة تقوم تقول ليه هو؟ ليه مش أنا؟ كأنك بتعترض على توزيع الأرزاق، كأنك شايف إن النعمة دي كبيرة عليه. الناس دي مش بس بتحسد، دول شايفين إن اللي قدامهم ما يستاهلش. لكن القصة اللي معايا النهاردة مش مجرد استكثار نعمة، دي تخطت كل حدود العقل والدين والإنسانية. بطلتنا ست اتجوزت بدري وهي صغيرة، جابك ولد وهي عندها مثلا 18 سنة. الوقت عدى والنهاردة ابنها بقى عنده 16 سنة وهي لسه في بدايات ال40. يعني السن قريب، مش كبير قوي فرق. الولد ده كان من النوعية اللي بيحكي لأمه كل حاجة. بصراحة في أمهات بيحبوا كده، بيحسوا إنهم قريبين من ولادهم، صحابهم، عارفين كل تفصيلة. لكن في فرق كبير بين إنك تبقي صاحبة ابنك وإن العلاقة تبقى مفتوحة لدرجة الكلام اللي ما يتقالش، ما ينفعش، ما يتسمعش. الولد بقى بيحكي لها عن البنت دي عملت فيها كذا، والبنت التانية طلبت منه كذا. حكاوي كلها إثارة، والمشكلة إن الست كانت محرومة من مشاعر، من حضن، من كلمة حلوة. الجوز سافر والبيت فضي والفراغ قاتل. هي قاعدة مش لاقية اللي يسمعها، والولد بيحكي لها تفاصيل كلها إثارة، وهي بتتأثر حتى لو كان ابنها. الإنسان لما بيعيش في حرمان بيبقى ضعيف، قابل للانكسار، قابل للغلط. الولد بيحكي لها عن هدايا للبنات وبيطلب فلوس، بياخد فلوس أبوه يصرفها عليهم، وهي سايبة نفسها كمان. وفي يوم قعدت هي كمان تحكيله، بدأت تحكيله عن حرمانها، عن احتياجها، عن وجعها. وحصل اللي ما يتقالش، نظرات، مشاعر، كلام ما ينفعش يتقال، ما ينفعش يحصل، بس حصل. والبداية كانت من الحرمان. بعد ما اتكسر أول حاجز الأمور بدأت تتغير. الولد بقى بيشوف أمه بنظرة مختلفة، مش نظرة الابن اللي شايف أمه ملاك، لأ، نظرة كلها رغبة وفضول وانجذاب. وهي كانت سايبة الباب موارب. في البداية كانت بتحاول تقاوم، بس هو بيقرب وهي مش بتمنعه، بالعكس، ساعات كانت بتضحك وساعات تسكت وساعات تتجاوب. وتحول البيت لفراغ مليان صمت وكلام ممنوع، كأن الجدران بتصرخ بس مفيش حد سامع. الولد بقى مهووس بيها، أمه، بس مش أمه، شخص بيشوفه كل يوم، بيحس معاه بحاجات غريبة. وهي بقت بتتزن، مش لنفسها، ليه هو. كل ما يجي من المدرسة تلبس وتتعطر وتقوله إيه رأيك فيا، وهو يقول أحلى واحدة في الدنيا، وتضحك وتكمل. وجي يوم قرر يطلب منها طلب صادم، قال لها نفسي أحضنك وأنا نايم، نفسي أنام في حضنك زي زمان. هي اتفاجئت بس سكتت، ما قالتش لأ، قالت له بس ما تتكلمش وما تحاولش حاجة. في حضن أمه، بس المرة دي ما كانش طفل، كان شاب مليان رغبات. وكانت هي ست قلبها ناقص محتاج. في لحظة ضعف اتحول الحضن لبوسة، والبوسة لحركة، والحركة لغلطة. غلطة ما ينفعش تتصلح، غلطة كسرت جدار ربنا بناه. حرمت عليكم أمهاتكم. صحيت تاني وأنا فزوعة، بتبكي، بتنهار. أنا عملت إيه؟ أنا بقيت إيه؟ حست إنها مش بشر ولا حتى شيطان، دي بقت حاجة تانية خالص. بس الكارثة الولد مندنش. الولد حس إنه عايز تاني، حس إنه بيحبها وإنه مش شايف غلط. قال لها هو إحنا مش بنحب بعض؟ طب ليه منكملش؟ سكتت، مش لأنها موافقة، لكن لأنها مش عارفة تقول إيه. كل حاجة جواها كانت متلخبطة، دماغها مشوشة وقلبها متبهدل وروحها في الأرض. ومن هنا بدأت الحكاية تتحول لمصيبة بجد. اللي كان مجرد غلطة بقى اعتياد، بقى علاقة كاملة، وبقى فيه تهديد كمان. عدت الأيام واللي كان زمان مستحيل بقى واقع، مر، مقزز، بشع، بس للأسف بقى طبيعي. الولد بقى شايف نفسه راجل البيت، وهي سابت نفسها للدوامة. ما بقتش تحس، ما بقتش تفرق هو ابنها ولا حبيبها. وفي يوم دخل عليهم الأب فجأة، ما كانش ميت، لأ، كان مسافر سنين ورجع من غير سابق انذار. لقاهم في وضع ما يتحكيش. الدنيا وقفت، الوقت اتشل، والراجل صرخ صرخة.
خلت الجيران يجروا، أخد الولد من رقبته وهي وقعت على الأرض تبكي، بس مفيش دموع. الندم كان متأخر والمصيبة كانت أكبر من التوبة. الناس اتجمعت، الخبر انتشر والشرطة جت، الولد اتحبس والأم اتحجزت في مستشفى أمراض نفسية، والمجتمع ما رحمش ولا نسي ولا سامح. القاضي في المحكمة قال جملة لسه بتدوي في ودان كل اللي حضروا: اللي حصل ده مش بس جريمة، ده انهيار أخلاقي وخراب في أصل الفطرة. وانتي يا أم، فين قلبك؟ فين ضميرك؟ فين إنسانيتك؟ لحد فين ممكن الوحدة توصل البني آدم؟ ولحد فين ممكن الاحتياج يدفن أعز الروابط؟ دي كانت حكاية أم كانت بتحلم بالحب، بس اختارت الطريق الغلط، وحبها كان موت لروح ابنها وموت ليها وهي عايشة. سمعنا صوتك. لو الحكاية دي وجعتك شاركنا رأيك واعمل لايك وشير، وافتكر دايما في حدود لو اتعدت بنفقد نفسنا للأبد. لوكو صوتي معاكم كانت إيناس حامد، وفي قصص واقعية صادمة بنحكي علشان نفوق.